السلام عليكم. بتواصل الحديث مع حضراتكم، والنهارده بتكلم عن يعني معلومة مهمة جدا. مسألة شراء البط لرمضان في التوقيت دهوت. النهارده احنا 21/1/2019. طبعا في مشاكل في البط دلوقتي اللي هي لف الرقبة، يعني في ناس بيقولوا كوليرا وفي ناس بيقولوا فرة على حسب. بالنسبة للكوليرا اللي هي لف الرقبة للبط بتاعنا، والإسهال الأخضر. وفي حالات تانية إن البط بيموت موت مفاجئ. طبعا يا جماعة الجو وحش الأيام دهيت، فأنا بنصح. طبعا رمضان في شهر 10/5، لسه 4 شهور دلوقتي، فممكن يعني ننتظر على مثلا آخر شهر 2 كده. وبنصح كمان ما نجيبش بط دلوقتي، نجيبه في اخر شهر 2. ولما نجيب بط كبير عمر 15 يوم ولا حاجة، عشان نضمن ان هو يكون متحصن، واخد تحصين. لو في اي مشاكل تكون يعني ظهرت عند صاحبه، لان احنا لما نجيب بط صغير ممكن يكون في فيروس، والبط كتير بيجيله مشكلة او تعب اسمه التهاب الكبدي الوبائي دوت. مشكلة في أو بتظهر في البط كتير جدا. فلذلك بنصح الناس ان هي ما تشتريش بط الايام دهيت. بط رمضان لسه في وقت طويل جدا. البط لابد ان هو يكون متحصن من مصدر كويس، نبقى عارفين احنا هنجيب بط مسكوفي ولا بط مولر ولا بط بكيني ولا فرنساوي ولا بط سوداني زي اللي قدامنا دوت بط سوداني. لابد ان احنا نبقى عارفين نوع الطيور بتاعتنا. وطبعا البط كله في الغالب بيندبح من 2.5 ل3 شهور، ما عدا البط السوداني اللي هو البط البلدي بيغيب شوية، ولكن يعني ممكن على في ناس من اول 4 شهور لغاية 6 شهور. ولكن معظم انواع البط لما هنديها علف ونهتم بيها في التغذية بتاعتها ان شاء الله، يعني في 70-80 يوم ان شاء الله يكون متوسط للأنثى 3.5 و4.5 إلى 4 كيلو بالنسبة للذكر. طبعا احب اكد تاني، بلاش نشتري بط الايام دهيت لغاية ما الجو يستقر، علشان يعني ربنا يسترها وما نزعلش على الحاجة او يحصل ليها اي مشاكل. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله اتواصل مع حضراتكم.